Sharfa, il traverse la ville de Sidi Bel Abbès sur une longueur de 6,5 km, distance à traiter dans le cadre de notre étude. مع إيجاد خزان مائي مرتفع ب 500 متر مكعب. Donc le réseau a été achevé 100%, donc mis en service. الكومين هذا اللي رانا واقفين فيه هنا لاريفي هنايا. دونك ترونسفير دو الشط الغربي عندنا 10 كومين، ترونسفير دو الشط الشرقي عندنا 5 كومين، ترونسفير بوحنيفيه عندنا 2 كومين، وترونسفير شرفه عندنا 2 كومين. رانا متواجدين في ولايه سيدي بلعباس من اجل الوقوف على احوال الخدمه العموميه للمياه بشقيها، سواء التزود بالمياه الصالحه للشرب او حتى تطهير، رفقه السلطات المحليه على راسها السيد الوالي. يعلم الجميع بان ولايه سيدي بلعباس كانت من بين الولايات التي استفادت من غلاف مالي يفوق 2.2 مليار دينار صائفة 2024 في إطار البرنامج الاستعجالي والمخصص للتكفل بالتذبذبات والنقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب لبعض البلديات ولبعض الأحياء. اليوم كانت أهم عناصر التي وقفنا عليها هي وضعية هذه المشاريع التي انتهت عن آخرها. أقول انتهت عن آخرها، ولمسنا بصورة واضحة ارتياح السلطات المحلية والمواطنين والمنتخبين وكل فعاليات المجتمع المدني بولاية سيدي بلعباس على الأثر الإيجابي والمباشر أقول لهذه المشاريع التي تندرج في إطار تحسين وتأمين الساكنة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة وأننا بصدد التحضير للدخول في موسم الاصطياف، وكذلك عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم الذي يتميز باستهلاك كبير المواطنين للمياه. وأقول أن هذه المشاريع جاءت في وقتها، لأنها الحمد لله أكثر من منطقة كانت تعاني لسنوات وسنوات. عندنا أحياء خاصة يعرف الجميع الحي تاع الروشي بالنسبة لسيدي بلعباس، ولذلك الكثافة السكانية الكبيرة تخلص نهائيا من إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بفضل المشاريع التي نفذت في إطار البرنامج الاستعجالي. هنا هذه المشاريع التي تظهر للعيان المجهودات الكبيرة والإرادة الحقيقية المجسدة في توجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل التكفل ووضع حد نهائي للتذبذبات بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب. إذن كما قلت، وفيه كذلك مشاريع أخرى ستنطلق